يا أهلا بيكم في فيلمنا الجديد اللي يعتبر واحد من أجمد كلاسيكيات الأفلام الكرتون. الفيلم اللي معظمنا اتربى عليه وعمرنا ما زهقنا منه. بالظبط كده بتكلم عن فيلم توي ستوري اللي بنوعدكم نعرضه ليكم بطريقة جميلة تخليكم مشدودين للملخص من أوله لحد آخره. أهم حاجة ما تنساش اللايك تشجيعا لينا، عاوزين نوصل الفيديو ده ل10,000 لايك، وما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات. مش هنطول عليكم في المقدمة ويلا بينا نشوف الجزء الأول من فيلمنا الجامد ده. بيقول ايه؟ بتبدأ أحداث فيلمنا وبنشوف طفل صغير بنعرف إن اسمه أندي، وبنعرف كمان إن مامته بتحبه جدا وكمان أصحابه، علشان كده أندي محظوظ بمجموعة كبيرة من الألعاب الجميلة اللي بنلاحظ إنه بيحبهم جدا ومخصص في كل يوم جزء من يومه علشان يلعب بالألعاب دي. ورغم إنه بيحب ألعابه كلها لكن في واحد من الألعاب دي مقرب منه جدا وهو بيحب يلعب بيه دايما، وبنعرف ان اللعبة دي اسمها وودي. أندي بيفضل يلعب بالألعاب شوية لكن بعد وقت مامته بتنادي عليه وبتقوله انها عاوزاه، وساعتها أندي بيسيب وودي على السرير وبيخرج علشان يشوف مامته عاوزاه ايه. بنشوف اول مفاجآت الفيلم لما وودي بيقوم من على السرير وبناخد بالنا انه بيمشي وبيتكلم وكأنه انسان عادي. بس المفاجأة الأكبر إن وودي مش لوحده كده، لكن كل الألعاب بتاعت أندي عبارة عن عالم كبير، كل الألعاب اللي فيه بتقدر تمشي وبتتكلم. وبنلاحظ إنهم متوترين جدا، وبنعرف إن السبب في التوتر ده هو إن النهاردة عيد ميلاد أندي، وطبعا هم غيرانين وقلقانين إن أصحاب أندي يجيبوا له ألعاب أحلى منهم، وساعتها طبعا أكيد أندي هيسيبه ما يروح يلعب بالألعاب الجديدة، لأن طبيعة الأطفال إنهم بيزهقوا من ألعابهم بسرعة. لكن وودي كان متفائل جدا وفضل يقول لهم ما تقلقوش يا شباب، أنا واثق إن أندي بيحبنا جدا، وحتى لو جات له ألعاب جديدة إحنا الأصل وهيفضل يلعب بينا برضه. لكن باقي الألعاب برضه كانوا قلقانين جدا، وخصوصا لما أصحاب أندي بدأوا يوصلوا بيته وكانت معاهم صناديق أشكال وألوان، وطبعا كل اللعب القديمة اعتقدوا إن الصناديق دي أكيد فيها ألعاب جديدة ومتطورة عنهم، وهم خلاص هيتحطوا حرفيا على الرف. بيني وبينكم كده وودي هو كمان حس بالقلق، علشان كده اختار مجموعة الفدائيين، ودول مجموعة ألعاب عبارة عن جنود، وبدأ يتكلم معاهم وطلب منهم يتحركوا من غير ما حد يشوفهم علشان يتأكدوا لو الصناديق فيها ألعاب جديدة فعلا ولا حاجات تانية. الفدائيين قدروا يتحركوا بمنتهى المهارة وأخدوا معاهم جهاز لاسلكي علشان يبلغوا وودي بكل التطورات أول بأول. وفعلا الفدائيين اخدوا موقع استراتيجي وحلو جدا خلاهم شايفين كل حاجه، وطبعا ما كانش فيه اي حد شايفهم، وبدا القائد بتاعهم يبلغ وودي، وباقي الالعاب بكل هديه موجوده في الصناديق. الدنيا كانت ماشيه زي الفل ومفيش اصلا اي صندوق كانت جواه لعبه، لحد ما كل الصناديق خلصت. ساعتها قائد الفدائيين طمن وودي ان كل حاجه تمام، لكن في اخر لحظه مامة وودي جابت صندوق كبير وقالت له خد يلا هديتك مني يا حبيب ماما. واتى قائد الفدائيين طلب من وودي والألعاب يستنوا علشان يبلغهم بالهدية اللي موجودة في آخر صندوق، لكن للأسف الديناصور الغبي اللي كان من ضمن الألعاب اللي موجودة مع وودي هبط خبطة جامدة في الترابيزة اللي كان عليها اللاسلكي، وساعتها اللاسلكي وقع واتكسر. وطبعا بالشكل ده وودي وباقي الألعاب فشلوا في إنهم يعرفوا الهدية بتاعت مامة وودي. لكن ما عداش وقت طويل وكل الألعاب سمعت صوت أندي وأصحابه جايين ناحية أوضة أندي، وطبعا بالشكل ده لازم يمثلوا بسرعة جدا انهم العاب قبل ما يتكشفوا. وفعلا وودي نام على السرير في نفس المكان اللي اندي كان سايبه فيه بالظبط، لكن وودي بعد لحظات قليلة اتفاجئ باندي وهو بيرميه من على السرير وحط مكانه صندوق كبير جواه لعبة، واستنتجنا طبعا ان هي دي هدية مامة وودي لعيد ميلاده. خرج وودي مع اصحابه من الاوضة علشان يبداوا الاحتفالات بعيد ميلاده ويقضوا اليوم سوا، لكن بعد خروجهم بوقت قليل اللعبة اللي كانت في الصندوق خرجت، واكتشفنا انها عبارة عن رائد فضاء متطور جدا وشكله مختلف، لدرجة ان باقي الالعاب اللي مع وودي فضلوا يتفرجوا عليه وهم منبهرين بشكله وكمان بالزراير الكتير اللي موجودة على البدلة بتاعته. بس الاغرب من كده بقى هو ان رائد الفضاء ده ما كانش مصدق انه لعبة، وكان فاكر نفسه في مهمة فضائية حقيقية ورافض ان اي حد يقول له غير كده. طبعا وودي بدأ يحس بالغيرة وبدأ يحس بالبلدي كده ان السجادة هتتسحب من تحت رجله وان رائد الفضاء ده هياخد مكانه، لان الموضوع كان غريب.
اول حاجه اندي رماه من على السرير من غير اهتمام، وتاني حاجه الالعاب نفسهم بتوع اندي منبهرين برائد الفضاء، يعني شكلها كده راحت عليه. بدا وودي يتعرف على رائد الفضاء اللي عرفنا ان اسمه باز، وانه جاي في مهمه محدده على الكوكب ده، وبعدها يرجع بسرعه لكوكبه. وفضل يقول لوودي انه دايما بيستخدم اجنحته علشان ينتقل بسرعه بين الكواكب، لكن وودي فضل يتريق عليه وقال له يا عم اجنحه ايه بلاش هري. وباز قرر يحرجه وفرد اجنحته فعلا وقدر يطير مسافه صغيره، لكن وودي برضه فضل يقول له يا عم ده مش طيران ولا حاجه، انت بتنط من مكان لمكان وبتشتغلنا. بس المشكله بالنسبه لوودي انه كان بيلاحظ ان مع الوقت باقي الالعاب كانوا مبهورين جدا بباز وعمالين يتعرفوا على امكانياته، وكانهم حاسين ان وودي راحت عليها فعلا. والمشكله الاكبر بقى ان اندي نفسه بدا يهتم بباز اكتر، ورغم ان وودي كان بيفضل يقول لنفسه مستحيل يحصل اي حاجه حتى لو اندي بيحب باز، انا اللي هفضل رقم واحد عنده. بس دي ما كانتش الحقيقه، ومع الوقت اندي ما بقاش بيلعب غير بباز، وكمان علق صورته في كل مكان جوه البيت. والكبيره بقى ان وودي اتحط في صندوق الالعاب القديمه، واندي ما بقاش بيلعب باي لعبه غير باز. طبعا مع مرور الوقت وودي كان هيتجنن من كل اللي بيحصل، وعلشان كده في يوم اتنرفز جدا على باز وفضل يقول له بقول لك ايه يالا انت، انا مش هسيبك تسرق مني صاحبي ولازم اخلص عليه. وبداوا يتخانقوا مع بعض فعلا، لكن وودي من غير ما يقصد فتح الخوذه بتاعت البدله الفضائيه اللي باز لابسها، وساعتها باز كان عايش الدور على الاخر واعتقد انه خلاص هيموت، وده طبعا لان المفروض ان الغاز اللي بيتنفسوا على الكوكب مجهول. لكن بعد ثواني قليله باز اكتشف ان الغاز مش ملوث وان كل حاجه تمام. فجاه هما بيتخانقوا سمعوا صوت دوشه جايه من جنينه البيت اللي جنبهم، وساعتها اتحركوا علشان يعرفوا اللي بيحصل. وباز وقتها شاف منظر خوفه جدا لما لقى الولد اللي ساكن في البيت اللي جنب بيت اندي عمال يكسر الالعاب بتاعته وكمان بيولع فيها. وساعتها وودي قال له ان الولد ده اسمه سي، وان ولد مشاغب جدا ودايما بيكسر العابه وبيعملهم وحش. مامة اندي قررت انهم يخرجوا علشان يتعشوا في مطعم بيتزا، وساعتها اندي فرح جدا وقرر يدخل اوضته علشان ياخد لعبته المفضله. وفي نفس الوقت ده وودي كان جاب اخره من باز، وعلشان كده رسم خطة شريرة بسرعة جدا وقال لنفسه لازم نتخلص من الزبون ده قبل ما ياخد مكاني اكتر من كده. وفعلا وودي كان مخطط يوقع باز ورا المكتب، لكن للاسف الخطة فشلت والكرة الارضية الكبيرة وقعت على باز. وقتها باز وقع بره البيت كله لان الشباك كان مفتوح، كل الالعاب ظهرت من اماكنها. وفضلوا يقولوا لوودي لا احنا على كده ما كناش نعرف حقيقتك لانك شرير جدا، وعمرنا ما تخيلنا انك ممكن تبقى عايز تقتل باز. وطبعا وودي حاول يدافع عن نفسه وقال لهم صدقوني انا ما كنتش عاوز الموضوع يوصل لحد كده، كل الحكايه اني كنت عاوز باز يقع ورا المكتب مش اكتر. لكن مفيش اي حد من الالعاب صدقوا. في اللحظه دي اندي فتح الباب، وساعتها طبعا كل الالعاب رجعت لوضعها القديم في ثانيه واحده. اندي اتضايق جدا لما ما لقاش باز موجود في مكانه وفضل يدور عليه، لكن مامته قالت له انجز بسرعه علشان كده هنتاخر. وساعتها اندي اضطر وهو متضايق انه ياخد وودي. بنعرف ان باز ما جرالوش اي حاجه من الوقعه لان جسمه كان قوي، علشان كده بمجرد ما وودي ركب العربيه مع اندي ومشوا شويه وقتها وودي لمح باز وكان مبسوط جدا. باز قدر يتشعبط في العربيه بتاعت مامة اندي وبدا يتخانق مع وودي وقال له للدرجه دي بتحقد عليا، عمري ما كنت اتخيل ان الموضوع يوصل لدرجه انك عاوز تقتلني. وقتها حاول وودي يدافع عن نفسه وقال له صدقني كانت صدفه، لكن باز طبعا ما اشتراش من الكلام ده. والخناقه فضلت بينهم لحد ما وقعوا هما الاتنين بره العربيه. للاسف اندي ومامته ما حسوش باي حاجه، وطبعا وودي وباز فاقوا على حقيقه انهم بقوا خلاص في الشارع، وفضل كل واحد يرمي اللوم على التاني. لكن الكلام مش هيغير اي حاجه طبعا، علشان كده بداوا يفكروا هيعملوا ايه وهيتصرفوا ازاي في الموقف المنيل ده، لحد ما وودي شاف مطعم البيتزا اللي المفروض ان اندي ومامته بيتعشوا فيه. علشان كده طلب من باز يتحركوا بسرعه علشان يركبوا العربيه ويوصلوا لاندي مره تانيه وكأن مفيش اي حاجه حصلت. وفعلا نجحوا في الجزء الاول من الخطه ووصلوا للمطعم، وكمان شافوا اندي ومامته وهم قاعدين وبالنسبه لهم الامور كده بقت تمام. لكن فجاه ندها ندهت باز وحس انه في محطه فضائيه، علشان كده اتحرك بسرعه علشان يقدر يوصل لقائد المحطه ويتكلم معاه. بس دي طبعا ما كانتش محطه فضائيه ولا حاجه،
حاجة. كل الموضوع انها صالة العاب كبيرة موجودة في محل البيتزا بحيث ان الاطفال يلعبوا فيها ويسلوا وقتهم. طبعا وودي اتضايق جدا لان باز سابه ومشي، بس كان مضطر يتحرك بسرعة لان وودي لو رجع للالعاب من غير باز هيبقى بيثبت للكل انه قتله او يتخلص منه باي طريقة شريرة. بس المشكلة ان وودي لما وصل للمكان اللي باز موجود فيه فجأة وقعوا جوه صندوق العاب، واللي ما كانوش يعرفوه هو ان الصندوق ده اللي فيه الجوائز اللي الاطفال بيكسبوها لما يفوزوا في اي جيم جوه صالة الالعاب. على حظهم المنيل الولد المشاغب اللي ساكن جنب اندي هو اللي كسب، وعلشان كده حط ايده في الصندوق واختار وودي وباز علشان يروح بيهم. اندي رجع العربية واكتشف ان وودي كمان مش موجود، ولما رجع البيت كان زعلان جدا لانهم اهم لعبتين عنده. وطبعا باقي الالعاب حسوا بخوف كبير جدا لان وودي وباز هما الاتنين اختفوا. في نفس الوقت ده وودي وباز كانوا بيقضوا وقت صعب ومرعب جدا في بيت سيد الشرير، وده لان كل العابه كانت شريرة. هو كمان كان بيتعامل معاهم بوحشية وبيفضل يقطعهم، وسيد كمان كان بياخد العرايس بتاعت اخته علشان يعمل لها عمليات جراحية ويخوف اخته بشكل الالعاب الجديدة. ولما حاول وودي وباز انهم يخلعوا من المكان اتفاجئوا بكلب ضخم وشرس جدا نايم على السلم، وعرفنا ان الكلب ده بتاع سيد، لكنهم طبعا خافوا يتحركوا بسبب الكلب اللي اكيد هيقوم يقطعهم. باز رجع الاوضه مره تانية وهناك اخد صدمه عمره لما شاف في التلفزيون اعلان عن العاب شبهه بالظبط، وساعتها استنتج ان كل الكلام اللي وودي قال له عليه كان مظبوط، وانه فعلا مجرد لعبه مش اكتر ومش رائد فضاء ولا حاجه. الموضوع كان صدمه كبيره بالنسبه له، علشان كده فضل زعلان لدرجه ان وودي لما رجع الاوضه مره تانية علشان ياخده ويرجعوا لبيت اندي لقى باز حالته النفسيه سيئه جدا وكان رافض يتحرك من مكانه. لكن في الوقت ده وودي نسي كل الخلافات اللي كانت بينهم وقال له احنا دلوقتي اصدقاء ولازم نساعد بعض علشان نرجع مع اصحابنا. وفعلا وودي جات له فكره عبقريه وراح ناحيه الشباك اللي في وش بيت اندي وفضل ينادي على اصحابه اللي سمعوه فعلا وفرحوا جدا انه لسه عايش هو وباز. بس المشكله ان باز كان رافض يظهر جنب وودي، وعلشان كده الالعاب غيروا رايهم وحسوا ان وودي قتل باز او عمل فيه اي حاجه. ولما وودي طلب من الالعاب يدوله حبل علشان يمشي عليه ويرجع بيت اندي مره تانية، وقتها الالعاب رفضت وقالوا له انت شرير جدا وقتلت باز، واكيد لو رجعت معانا هتقتل اي حد مننا او يمكن تقتلنا كلنا. وودي فضل يتحايل على باز علشان يتحرك من مكانه ويخلي باقي الالعاب الناحيه التانية تشوفه، لكن نفسيه باز كانت سيئه جدا وعلشان كده رفض يتحرك. وساعتها الالعاب بتاعت اندي فضلوا مصممين على رايهم ومدوش الحبل لوودي اللي رجع علشان يتكلم مع باز، لكنه لقاه زعلان جدا بسبب ان جناحه اتكسر لما حاول يطير علشان يثبت لنفسه انه رائد فضاء حقيقي. فجأة الالعاب بتاعت سيد ظهرت وبداوا يتجمعوا حوالين باز اللي كان مرعوب منهم، لكنه اكتشف انهم العاب طيبين وعلشان كده بداوا يصلحوا له الجناح بتاعه وخلوه زي الفل. فجأة كلهم سمعوا صوت خطوات سيد بيتقرب من الاوضه، وعلشان كده كل واحد منهم استخبى بسرعه. سيد دخل الاوضه وعرفنا انه بيخطط لحاجه جديده شريره من الحاجات المتخلفه اللي هو بيعملها، والمره دي كان عاوز ينقي لعبه علشان يفرقعها بصاروخ، ولما شاف باز قريب منه قرر انه يفجره. وفعلا جايز كل حاجه، بس من حسن حظ باز الحلو ان الدنيا بدات تمطر، علشان كده سيد زعل جدا وقرر ياجل التفجير لتاني يوم. وفعلا ظبط المنبه بتاعه بدري جدا علشان يصحى من النوم ويفجر باز. ودي في الوقت ده كان مستخبي تحت سله، بس المشكله انه اكتشف ان السله تقيله جدا لدرجه انه مش قادر يحركها، علشان كده فضل يواسي باز اللي الصاروخ كان مربوط في ظهره. بس المشكلة الحقيقية ان باز نفسيته كانت سيئة جدا ورفض حتى يساعد نفسه او يساعد وودي يخرج من تحت السلة. وساعتها وودي قال له انا اسف على كل حاجة وحشة، وصدقني انت اجمل لعبة موجودة عندي اندي، واساسا بيحبك اكتر مني لانك جميل ومش عاوزك تزعل من فكرة انك ما طلعتش رائد فضاء. كان ممكن تبقى رائد فضاء فاشل، على الاقل دلوقتي انت لعبة جميلة بتفرح الاطفال. بس للاسف باز ما كانش مهتم بكل الكلام ده وفضل مكتئب زي ما هو. على الناحية التانية اندي كان بيستعد هو ومامته علشان يعزلوا من البيت ويسكنوا في بيت جديد، وطبعا اندي كان في قمة زعله لانه مش لاقي باز ولا وودي اللي هم اكتر لعبتين بيحبهم. تاني يوم الصبح المنبه رن والسيد فعلا صحي وراح علشان ياخد باز ويفجره بالصاروخ، لكن وودي قرر ما يفضلش في مكانه يتفرج على اللي بيحصل لصاحبه، علشان كده عمل اجتماع سريع مع باقي الالعاب بتاعت سيد وحطوا كلهم خطة مع بعض علشان ينقذوا باز بسرعة.
بسرعة. فعلا كل الألعاب التزمت بدورها في الخطة، وفجأة ظهر وودي قدام سيد اللي فرح جدا وقال لنفسه ماله ناخده هو كمان نشويه، وفعلا حطه على الشواية. لكن وودي قرر يراقب سيد، وعلشان كده اتحرك من على الشواية واتكلم معاه وقال له إياك تفضل تبوظ الألعاب بتاعتك كده. وفي نفس الوقت الألعاب بتاعت سيد كلها اتحركت وفضلت تحاصره. وطبعا مش محتاج أقول لك قد إيه سيد في اللحظة دي كان مرعوب، لأنه طول الوقت كان معتقد إن دي مجرد ألعاب مش بتحس ولا بتتكلم. بس المشكلة الحقيقية إن أندي ومامته في الوقت ده كانوا اتحركوا خلاص من البيت، علشان كده رغم إن وودي وباز اتحركوا هما كمان بأقصى سرعتهم، لكنهم ما قدروش يوصلوا للعربية بتاعت مامة أندي. لكنهم لاحظوا إن عربية العفش متحركة وراهم، عشان كده فضلوا يجروا بسرعة علشان يوصلوا. لكن للأسف الكلب بتاع سيد فضل يطاردهم ويعطلهم. وودي قدر يخلع من الكلب ووصل للعربية بتاعت العفش، وهناك فضل يدور في كل الصناديق على العربية السريعة، وفعلا أخدها ونزلها على الأسفلت ونزل وراها بسرعة، وبعت العربية بالريموت علشان تنقذ باز. وكل حاجة كانت ماشية تمام، بس للأسف العربية فصلت شحن في نص الطريق وهم راجعين عليها. وفي اللحظة دي باقي الألعاب بصوا في المنظار علشان يشوفوا وودي وباز وهم راكبين العربية مع بعض، وطبعا صدقوا في اللحظة دي إن وودي فعلا ما كانش بيكذب عليهم وإن باز لسه عايش وموجود معاه. بس المشكلة الحقيقية بالنسبة لوودي هي إنه ما كانش عارف هيرجع تاني إزاي للعربية بتاعت العفش. بس جات له فكرة ذكية، وهي إنه يولع في الصاروخ اللي على الظهر باز بحيث ينطلق بسرعة جدا ويرجعوا لعربية العفش. بس المشكلة إن وودي بعد ما ولع وودي الكبريت الوحيد اللي كان معاه، عدت عربية واتطفت النار، لكن وودي قدر يستخدم الخوذة بتاعت باز بذكاء، وساعتها فضل وودي الكبريت محتفظ بدرجة حرارته والصاروخ فعلا ولع. وودي وباز انطلقوا بسرعة جدا لحد ما وصلوا قريب من عربية العفش، وساعتها قدر باز يتخلص من الصاروخ اللي على ظهره ويوصلوا لأندي اللي فرح جدا برجوعهم. وصلوا بعدها مع باقي الألعاب للبيت الجديد وكانوا مبسوطين جدا وبقوا فعلا أصحاب. وبعد مرور سنة من انتقال أندي للبيت الجديد، عيد ميلاده جه مرة تانية، وشفنا الألعاب وهم قاعدين نفس القعدة بتاعت السنة اللي فاتت ومستنيين يتعرفوا على الألعاب الجديدة. بس كده بتنتهي أحداث الجزء الأول. لو عجبك دوس لنا لايك واكتب لنا في الكومنتات حابب تتفرج على الجزء الثاني ولا لأ، واستنونا في باقي الأجزاء.